عسلامة، مرحبا بكم في سهلة مهلة. اليوم باش نشوفوا مع بعضنا طريقة سهلة مهلة الخبز الطاجين وباش نحضروه في ساعة كرونو. دونك نبداو نشوفوا مع بعضنا المقادير اللي هما صحفتين فرينة، صحفتين سميد رطب، خميرة متاع خبز، شوية مدافي، شوية سكر، شوية ملح، شوية سينوج معناتها اختياري، وشوية زيت زيتونة. وتو نحط لكم المقادير اكزاكت في الديسكريبشن بوكس باش تعرفوا قداش اكزاكتومون استعملت من كل حاجة. دونك بور كومونسي باش ناخذ شوية من الماء الدافي وباش نحط فيه مغرفة كبيرة ونص خميرة متاع خبز. لو كان جات الدنيا سخونة راني حطيت مغرفة بركة، مي تويكا باش نحط مغرفة ونص، وباش نحط معاهم مغرفة ناقصة شوية متاع سكر، ومن بعد باش نحركهم مليح مليح ونخليهم يخمروا. ان فيت سي بور سا هو ما يخمر تاعي تويكا باش نزيد لها زيت زيتونة بشوية بشوية حتى لين زاد هو يدخل كومبليتمون في العجين. الكونتيتي هذه اللي عملتها نتاع العجينه عملت لي 3 خبزات كبار باهيين، معناتها مش كبار ومش صغار. دونك نحط لي بول نتاعي فوق المنديله وديريكتومون ابري نبدا نحل بالوحده بالوحده، ننزل عليها بيدي تو سامبلومون. حاجه بركه وقت اللي تنزلوا بيدكم حاولوا انه تتاكدوا اللي من اللوطه معناتها فما بالقدامك الخليط فرينه وسميد باش ما تلصق لكمش، ومن بعد كي تجيو تهزوها ما تطيحش ولا ما تتحلش ولا حاجه الخبزه. الطاجين نتاعي سخن كالعادة، نعمل رشة من الخليط العجيب ونحط الخبزة نتاعي بسياسة باش ما تتحليش، وكي تطيب نقلبها باش تطيب من الشيرة الاخرى. ومن بعد خاطرها تخشن شوية يقعدوا كل جناب نايين، دوكو احسن حاجة نهزها بمقص ولا بيديكم كان تحبوا، ونقعد ندور فيها بشوية بشوية حتى لين تطيب دو تو لي كوتي. اون فوا طابت نخرجها ونطيب الخبزة اللي بعدها. كانت هذه وصفة خبز الطاجين بطريقة سهلة مهلة. كان عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا thumbs up, لايكي, share, subscribe to the channel, anything حاسيلو to make me happy.